السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست العريفة. وزي ما عودناكم دائما الحلقات اللي نتكلموا فيها في برنامجنا أو المواضيع المطروحة هي مواضيع اجتماعية ونشوفوا لها من بعد اجتماعي ونفسي ومشاعري وفكري باش الصورة تبدأ كاملة وواضحة على الموضوع. وطبعا احنا حنكون سعداء جدا لو عندكم أفكار أو مواضيع تخص المرأة اجتماعيا وتبونا نتكلموا فيها، تقدروا تبعتونا على رسائل الصفحة أو تكتبوا لنا في التعليقات. نخشوا في موضوع حلقتنا لليوم واللي هو في كلمة ديما يقولوا فيها الجنس الآخر في مجالسهم وفي حديثهم أو عند الوعد بشيء أو أثناء التهديد والوعي. يقول أنا هذيك الحاجة كان درتها تو نلبس وشاح ونقعمس في الحوش، ولا لما يبي يتنمر على شخص آخر يقول له برا ألبس وشاح وقعمس في الحوش، كنوع من السخرية والاستهزاء. أول حاجة هو قاعد يتهزأ لنفسه، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق الله العظيم. الموضوع هذا من كتر ما ليه أهمية كبيرة في حياتنا العامة الله سبحانه وتعالى تكلم عليه في كتابه العزيز. فمن حيث المبدأ هو الاستهزاء والسخرية والتنمر على خلق الله منهي عنا في ديننا الإسلامي. وإنت تزيد مش بس هيك، إنت تزيد تتنمر وتتهزأ بشيء فرضه ربي. يعني أنت حضرتك لما تجي تقول لغيرك ولا تجي تقول حتى على روحك نلبس وشاح ونقعمس في الحوش، الحجاب هذا اللي أنت هز عليه وتشوف فيه سخرية وتتهكم على من يرتديه فرضها علينا الله سبحانه وتعالى، ونحن فخورين بارتدائه. هذا شيء. الشيء الآخر، الحجاب مش عار. باش أنت تتكلم عليه الوشاح إنه نوع من العار ونوع من السخرية والاستهزاء. يعني لو أنت على سبيل المثال تبي تبين رجولتك وفهلوتك وما تبيش تثبت عكسها، مش ضروري تحط الوشاح قدامك كذنب أو عار على من يرتديه. لو عادي النساء يرتدين الحجاب أو الوشاح ويتقوا في الله سبحانه وتعالى زيهم زيك، ويخافوا من ربي ويفوا بالوعود ويخدموا ويقروا ويسوقوا ويقوموا بالمهام اليومية كل يوم زيكم زيهم وأكثر منكم. مرات بالعكس المرأة تو بدت المسؤوليات عليها أكثر حتى من الراجل. وكان هي على كلمة الميعاد رغوفين سوين كلامهم في الميعاد يحلو يربط، ووقت تقول كلمة ما تتراجعش فيها وتلبس فيه الوشاح. يعني الوشاح ماهوش سبب لعدم الرجولة ولا هو سبب لعدم الأخلاق، ولا تحطوه ذريعة كدلالة على عدم النبل والصدق في القول. اللي لبست الوشاح هادي رباتك وكبراتك وخلتك راجل وتتكلم وتدوي وتعطي في كلام للناس وتخدم وتقرأ وتتزوج وتجيب صغار. اللي تلبس فيه الوشاح راهي تعبت عليك ونحت من فمها باش تعطيك، وفي الأخير أنت تجيب بكل فم مليان تقول نلبس الوشاح ونقعمس في الحوش وتتهزع على كيانها كامرأة. المرأة هذه اللي أنت تتهزع عليها خالقها الله سبحانه وتعالى أولا وثانيا. هي قعمزت في الحوش وتنت ركابها مسكينة باش تربيك وتصنع منك رجال يحل ويربط، وقعمزت في الحوش باش وقتها كله يكون ليك أنت من لما جاباتك وطلعت على الدنيا ودرت صغار ووليت أب، وقعمزت باش تربي لك حتى صغارك وتقعد معاهم وقت اللي تكون فيه أنت وأمهم مش موجودين في الحوش، تستقبل في صغارك وتوكل وتشرف فيهم. وحتى لما يجوها ضيوف خميس وجمعة توكل وتشرب وما تنقص عليهم في شيء. فتخيل أنت اللي هازي عليها وتلبس في الوشاح، شوف بالله قداش تدير في حاجة. لو تبي تقيسها بالمكيال هي دير أكتر منك وتعطي أكتر منك وصحتها ووقتها ومالها كلها لحوشها وليك أنت، وبعدين تطلع بالمعزار مسكينة. معنا شوفوا المرأة قداش تتحمل والأم مسكينة قداش تتحمل. طبعا كان حد خايف من شيء يقول له لا، كيف أنت مفروض ما تخافش، كانك تخاف برا ألبس وشاح وقعمز في الحوش. وكان حد قال كلمة ورخيفها يقول له بالله برا ألبس وشاح وقعمز في الحوش، مش ليك ميعاد التريس. وكان حد كذاب يقول له الكذب لنساوين برا ألبس وشاح وقعمز في الحوش.
أي صفة ذميمة وصفة قبيحة تلصقوا فيها في المرأة مسكينة، تقول هي بس اللي تكذب ولا هي بس اللي تخلف في الميعاد. لو في رجالة بشنباتها يخبط في إيدها على صدرها ويقول تم ويولي فيها كلمته، وتلقاه كذاب، مع احترامي الشديد جدا للمستمعين، يعني مع تحفظي للألفاظ المستخدمة. لكن أنا تعودت في العريفة نتكلم بكل صراحة بدون تزييف ولا محاولة تجميل الجمل والعبارات، نحب نعطي لكل كلمة لفظها الحقيقي. وخاصة الموضوع هذا أنا على الصعيد الشخصي الحقيقة مستفزني جدا، لأن للأسف نسمع فيه البرة. وآخر موقف سمعته من معلم قال للطالب طالما أنت تخاف برا ألبس وشاح وقعمس في الحوش. يعني حتى عيب الكلمة هذه إنك أنت تقولها، ما تنقالش، كيف تتجرأ إنك تطلّعها من فمّك كمُعلِّم معناها. يعني شنو القِيَم والمبادئ اللي أنت قاعد تصدّر فيها للطالب هذا، غير إنّك أنت تعلّم فيه في الهزوة وقلة الأدب وعدم احترام النساء، مع احترامي الشديد جدًا على العبارات القاسية التي أستخدمها. فالطريقة هذه للأسف تُعلِّم الطالب إنه هو ما عادش يحترم المُعلِّمات أصلًا. علاش؟ لأن المُعلِّمة لابسة وشاح، والوشاح هذا سخرية بالنسبة ليهم، لأن هذا اللي تبرمجوا عليه من اللي أكبر منهم واللي مفروض يكونوا قدوة ليهم. فالصورة النمطية اللي حتنعطى للمرأة في هذه الحالة هي أن المرأة خوافة، هي غير صادقة، هي ضعيفة، هي أي صفة ذميمة. بينما عادي نحن بشر في النهاية، نحن كتلة من المشاعر، وأساسا كل شيء في هذه الحياة تحركها المشاعر، سواء مشاعر فرح أو سعادة أو مشاعر أخرى سلبية زي الخوف والغضب والحزن. كلنا تجينا لحظات ضعف ونخاف، وكلنا تجينا لحظات يأس، وكلنا تجينا لحظات نبو نهربوا من كل البشر، مش بس المرأة تشعر بهذه المشاعر. يعني الرجل مش إنسان مثلا، هل هو روبوت؟ ما هو بشر زينا زيه، من حقه لما يحس بالخوف يقول أنا خايف. علاش لازم يجي حد فوقه أو فوق منه، معناها فوق راسه، ويحسها بالعار لو هو خايف؟ بالعكس، رجولة وشجاعة إنك تقول أنا خايف من هديك الحاجة وتواجه ضعفك فيها، مش تهرب من خوفك بتزييفك وتوهمك على نفسك باهي هربت من غيرك معناها، وبينت إنك أنت ماكش خايف، ودرت روحك الفان دام اللي ما يخافش. و... ونفسك باهي اللي داخلك، نفسك اللي داخلك وانت بتهرب منها، كل يوم حتفكرك إنك خايف لين تتخلص منها الخوف. ونفس الشيء على كل شعور آخر، يعني ينطبق عليه نفس الكلام. المشكلة الأكبر إنك تصدر في مشاعرك السلبية هذه لغيرك، فتبحث عن أذرع حماية لتحتمي وراءها، وهذه الأذرع للأسف هي المرأة. فالمرأة التي ترتدي الحجاب هي جدا فخورة به، وحجابها لا يعني أنها إنسانة غير مسؤولة ولا إنسانة خوافة ولا عديمة الشخصية ولا هي شخص غير قادر على الوفاء بوعوده. فأرجوكم لو سمحتم احترموا الشيء اللي فرضه ربي علينا. ربي ما دارش الحجاب لأن النساء فيهم كل صفة ذميمة، فهم لازم يلبسوا حجاب باش يغطّوا بيه الصفات الذميمة، والّا الحجاب دلالة على سوء الأخلاق. ربّي دار الحجاب للتستر كنوع من السترة والأخلاق والنُبل والصدق في الكلمة والإيمان. فعلى الأقل احترموا ما أنزله الله، ما تتهزوش بخلق ربي. المرأة هذه خلقها الله سبحانه وتعالى زي ما خلقك، وكونها هي ممكن جسدها المشاعري حساس للأمور أكثر من الرجل، صحيح، لأن هي هذه سيكولوجية الأنثى ومش عيب، بالعكس هذه ميزة من ربي ليها باش تقدر تربي أبنائها. ولهذا يقول لك الأم تحس بابنها. فتخيل أنت لو المرأة ما عندهاش هذا الألارم أو هذا الحساس، كيف تبي تكون؟ والله حرام عليكم في الكلام اللي تقولوا فيه، وبجديات أنا متأسفة جدا لوجود بشر بهذه العقلية، وما عنديش ما نقول إلا ربي يهديهم. وأرجوكم ما تقولوش الكلام هذا للصغار، معلش يخلوهم يكبروا على فطرة سليمة. علاش تكبروا فيهم على العوج والكلام اللي مش باهي وعدم احترام غيرهم؟ خلوهم يكبروا على الأدب والاحترام والحشمة زي ما تربينا احنا قبل. والله ما كنت نسمع فيه الكلام هذا على جيلي أنا، ولا عمري سمعته، لكن توا بدو يكرروا فيه هلبة الكلام هذا، لين بدو كلهم يقولوا فيه، حتى الصغار معنا يقولوا فيه لإخواتهم الأكبر منهم، يقولوا فيه لأمهاتهم بدون لا حشمة ولا أدب. والله شيء مؤسف، ولا أخفي عليكم سرا الأمر جدا مستفزني، ولهذا السبب ممكن تكلمت فيه بعنفوان شوية، لأن لما سمعت هالجملة من شخص المفروض إنه يحث على العلم والتربية والأخلاق، لقيته هو السبب في تهديم الأخلاق أصلا، ونسأل الله
السلامة وخلاص. إلى هنا تنتهي الحلقة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ومشيت عليكم وخليتكم وبعني مريتكم.